الحلقة بتاعت كل سنة ازاي تكسب الوداد في 10 دقايق. بس انا عايز اقول لك ان الحلقة من كام حلقة كده وكنت اتكلمت على الوداد وقلت ان هو فريق قوي، وقلت ان انت ما تفتكرش ان سان داونز علشان خلاص ما بقاش موجود في الموضوع بقى سهل. الموضوع لسه ستيل صعب وصعب قوي يعني، ودي حقيقة. بس اكيد ما فيش فريق ما عندوش نقاط ضعف، خصوصا كمان ان الوداد عدى بموسم صعب جدا. الموسم في الوقت الحالي عدى عليه عدد كبير من المدربين لدرجة ان انت مش عارف انهي خطة اللي هتمشي، واللعيبة دي اتضربت في خلاط مهم. فلازم احكي لك شويه تفاصيل بقى عشان اقول لك نكسب ازاي بقى ان شاء الله، لان باذن الله المكسب في المباراه اللي جايه بتاع النادي الاهلي هو مكسب البطوله للنادي الاهلي. بس انا عايزك بقى تدينا لايك حلو على الفيديو ده وتعمل له شير، وكمان تكتب لي تحت في الكومنتات بقى توقعك للنتيجه بتاعت المباراه اللي جايه، ويعني ايه اكتب بقى كده براحتك بقى علشان ايه احتمال يبقى في جوائز ونختار ناس. القصه كده هحكي لك عليها بعدين. انا احمد ياسر، ده برنامج جول مشترك. يا ريت تشترك تاني على القناه، اللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها بتاعتنا موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها. اعمل شير، عايزين نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك. اتمنى ان انا اقدر اوصل للرقم ده في يوم من الايام، فحاول تساعدني بان انا اوصل للرقم ده. ايه الحكايه؟ الحكايه بكل بساطه ان فريق الوداد بدا الموسم بتاعه بمدرب كان المفروض خليفه وليد الرجراجي. هو مش خليفه وليد الرجراجي، هو اللي بعديه يعني، لكن هو راجل طبعا حسين عموده معروف اصلا، اللي كان خد البطوله قبل كده مع نادي الوداد قدام الاهلي في 2017. هو الراجل ده اللي كان المدرب بتاعهم وكان بادي الموسم والدنيا كانت ماشيه تمام. ومن اغسطس 2022 لحد ديسمبر 2022 الدنيا كانت ماشيه، النتائج يعني مش قوي، ولكن حصل مشكله كده بين المدرب وما بين الاداره، هي اللي كانت سبب في رحيله. ان هو كان شايف في لعيبه مهمه عايزها تكمل وهم عايزين يبيعوها، وده اللي قال لهم خلاص هنبيعه. طب يا جماعه امشي، طب انت بقى رحت كاس العالم ومش عارف عملت ايه هناك وما جيتش في ميعادك، فاحنا هنفسخ التعاقد. فماشي خلاص ما فيش مشكله. دخلوا على يناير راحوا جايبين مهدي النفطي، مدرب كويس جدا وعنده افكار كويسه وراجل مستنير جدا كرويا، ولكن ما مشيش معاهم قوي، وبسبب سوء النتائج راحوا في فبراير قرروا ان هم يمشوه. برضه عادي بالنسبه لي، مفيش مشكله، مدرب تاني ومشي. ولكن بقى اللي جاي بقى هو اللي هنثبت بقى عليه. راحوا جابوا مين؟ خوان كارلوس جاريدو. بعد ما جابوا جاريدو قعدوا ماشيين معاه بشكل كويس جدا من تقريبا من حوالي شهر 3 لحد شهر 5. وجم في شهر 5 النتائج كانت مش كويسه، بالذات مباراه سيمبا اللي هي كانت بعد دور المجموعات على طول، اللي هي كانت في دور الثمانيه. لعبوا هناك وخسروا، ولعبوا على ارضهم وكسبوا، وبعد كده لعبوا ضربات جزاء، فكان الموضوع بالنسبه للجمهور برده مش قوي. وجاريدو ساعتها قرر ان هو يمشي، او بمعنى صح الاداره قررت مع جاريدو ان مع السلامه. لدرجه اصلا ان الراجل ده لسه ماشي في شهر 5 بيقول يا جماعه ده انا رايح اخد بطوله وانتم مش عاجبكم مش عارف ايه والكلام ده كله. قابل اصلا فريق الوداد بالصدفه مع مدربهم الجديد اللي هتكلم لك عليه دلوقتي في مطار القاهره، لما كانوا لسه واصلين من كام يوم، من يومين تقريبا، واداهم رساله تحفيزيه ولازم يا ولاد تاخدوا البطوله والكلام ده كله. ده جريد يا سيدي. جه بعديه البلجيكي فاندن بروك، وفاندن بروك ده جه في مايو 2023، وهو اللي ماسك الفرقه في الوقت الحالي، وهو اللي لعب قصاد سان داونز وتعادل معاهم على ارض الوداد 0-0، وبعد كده اتعادلوا 2-2 على ارض سان داونز وصعدوا بالبطوله. واللي الراجل اصلا بعد كل المباريات بيطلع بيتكلم بيقول يا جماعه انا عندي مشكله مع الهجوم، احنا ما بنفنش وما بنخلصش بالشكل المظبوط في الفتره الاخيره. 4 مدربين موجودين في موسم واحد، فده بالنسبه لفرق تانية كانت يعني هقول لك ايه، يعني في فرق بيجي لها 2 مدربين بس وبتقع، فما بالك 4 مدربين، بجانب ان كل مدرب ليهم اصلا عنده فكر مختلف. طيب هل ده ياثر على الفرقه؟ الفرقه طول الموسم اتاثرت بشكل كبير جدا، وده واضح بالذات في الدوري المغربي اللي بينافس عليه الجيش الملكي، واللي كان اصلا سبب من اسباب ان هو ان ما مشوا برده جريدو، لان كانوا بيلعب ماتش مع الجيش الملكي اللي هو المتصدر الدوري وخسروا في اخر دقائق برده. ده غير طبعا مباراه سيمبا ده لسه هحكي لك عليها. فالموضوع دلوقتي في الدوري اصلا هم 57 نقطه الجيش الملكي والوداد 56، ولعبوا 26 مباراه وتقريبا فاضل حوالي 8 مباريات. فالموضوع صعب جدا اصلا مع الوداد في الدوري، عكس الاهلي اللي الموضوع عنده اسهل بكتير. غير زي ما بقول لك في خلاط اللعيبه دي اتضربت فيه فنيا. ليه؟ لان انت كنت بتتكلم على، يعني لو هنجري بسرعه كده نقول كل مدرب كان بيلعب ازاي. فانت عندك حسين عموته كان عايز يبدا الاول بفكر اوسوريو اللي بيلعب مع الزمالك اللي هي 3 3 3 1، وبعدين لعبها 4 1 4 1. بعد كده المدربين اللي جم كانوا بيتنقلوا ما بين 3 خطط، ما بين 4 2 3 1، وبعد كده 4 1 4 1، وبنلعب شويه 4 4 2، وبعدين كمان لعبوا شويه 4 3 3. ولكن في الوقت الاخير اللي في الوقت الحالي هم مثبتين فكره 4 4 1 1، وده مع مدربهم الاخير. طيب ايه الميزه وايه العيوب؟ الميزه اللي احنا شفناها مع فريق الوداد على مدار الموسم كله مع تغيير المدربين هو ان الفريق عنده 4 مدافعين اقوياء جدا. يحيى عطيه الباك الشمال، ايوب الملود الباك اليمين، وعندك الاثنين المدافعين اللي هم ارسن زولا، وكمان المدافع الثاني اللي هو ابو الفتح.
الاربعه دولت اصلا تمركزهم كويس جدا وتحركهم كويس جدا، وده على فكره كان موجود مع كل المدربين مع الاختلافات بتاعه الطرق كلها. الاربعه دولت مميزين جدا في الفرقه دي دفاعيا، ومع وجود فاندن بروك كمان الاربعه دولت بقى بيتحموا باربعه تانيين الخط الوسط. زي ما بقول لك ان هو ساعات في ماتشات كتيره كان، او يعني مش في ماتشات كتيره، في ماتش سان داونز على الاقل كان بيلعب 4 4 1 1، والاربعه بتوع خط الوسط قريبين جدا من الاطراف، وكانوا بيعتمدوا بشكل كبير قوي على الهجمه المرتده. طيب ايه المفاتيح بتاعتهم وايه الطرق بتاعتهم؟ الموضوع بسيط جدا، هو كله بيتمحور حوالين لعيب اسمه سامبو. مين سامبو ده؟ سامبو ده المهاجم بتاعهم، حلو، هو ده اللي بيلعب قدام. لما بيلعب بيبقى موجود، بتبقى الفرقه كلها بتتمحور حواليه. ازاي؟ ان بدايه الهجمه بتبتدي من الخط الدفاع تروح للاطراف، الاطراف بيبقى معاهم الكوره، بيبقى قدامهم حل من الاثنين، يا اما هيرقص ويخش ويقطم وهو يجيب جون، وطبعا دولت يعني بيحترفوا فيها الاثنين لعيبه، سواء المترجي على الشمال او على الناحيه اليمين ونجم، اللي احنا عارفينه كلنا. يعني الموضوع مش صعب انك تبقى اي حد عارف في مصر مين ونجم. يا اما هنلعب كره عرضيه او كره طوليه من خط النص على سامبو، العب بدماغك يا ابني وهات جون. هي دي الفكره. جميل. لو ما جاتش جون، هي خبطت في العارضه وردت، الاثنين اللي بيساعدها الاطراف وهم بيلعبوا كوره بيضموا تاني على جوه ال 18 عشان يجيبوا اهداف. فبالتالي هي اللعبه كلها، هي الاطراف بتخش عشان تجيب جون، يا اما الاطراف ديت مع خط الوسط بيلعبوا كور طويله او كور عرضيه لسامبو. بس هي دي طريقه اللعب. حلو. والطريقه اللي انا بكلمك عليها دي جابوا منها 3 4 تجوان في دوري ابطال افريقيا. طيب الجزء الثاني اللي هم بيقدروا يعملوا ايه؟ هم استغلالهم للكور الثابته والكورنرات، طبعا علشان عندهم اطوال، وفكره برده سامبو ان هو موجود، لو كره ثابته بيشوطوا من بره ال 18 بشكل جيد جدا، لو كور كورنر بيلعبوا عرضيات مميزه، وطبعا سامبو او الزمايل الاخوات اللي موجودين الطوال اللي بيلعبوا بيقدروا ان هم يجيبوا جول. فهم دول الثلاث نقط: كور ثابته، كورنرات، وفي نفس الوقت الكور اللي بتتلعب من الاطراف للعمق، او الكور اللي بتتلعب على طول على سامبو. بس هي دي نقطه القوه. طيب الفرقه ما عندهاش كده نقاط دفاعيه؟ لا، عندها نقاط دفاعيه، بس النقاط الدفاعيه كلها زي ما انا كنت بقول لك كان في ميزات كبيره جدا عند الدفاع، الا ان الدفاع عنده حته ثانيه كده اسمها الدربكه. يعني ايه؟ يعني طول ما في دربكه جوه منطقه ال 18 بتاعه فريق الوداد، دايما الاربعه المدافعين في مشاكل ما بينهم في تسليم اللعيبه لبعضيها. يعني احنا نقفل، بس لو دخلتوا كلكم جوه احنا بقى عندنا مشكله، هو مين ماسك مين ومين معاه مين. وده بان بالذات في الضربات الثابته اللي هي الكورنرات، وبرده الضربات الثابته اللي بتلعب عليهم زي الست بيسز، لما بيلعب معلول كده كره عرضيه لاي حد من اللي موجودين عندنا، وده هيحط دور كبير قوي على اللعيبه بتاعتنا. وهقول لك الادوار وازاي الخطه تكسبها، لان لسه في دربكه ثانيه مهمه جدا عند الفرقه دي، هي دربكه بنايه الهجمه. يعني هم عندهم نوعين: النوع الاولاني لو احنا جوه ال 18 وبتلعب علينا ضربه ثابته او كورنر، احنا في دربكه وعندنا مشكله. لو كمان احنا بقى بنبتدي مريحين بقى وبنبني الهجمه، لو الفريق اللي قصاده ضغط عليه بشكل جامد جدا من على الاطراف ومن العمق، بيخسر الكره بسهوله قوي. يعني هيغلط غلطه هيديك الكره تجيب جول من الاخر. لكن لو انت سايبه يبدا الهجمه براحته والدنيا تمام، مش هيبقى عنده اي مشاكل. لكن لو ضغطت عليه في بدايه الهجمه، ودي جزء من الكبير جدا من الميزات اللي موجوده عند كولر وموجوده عند النادي الاهلي، الموضوع هيختلف معاك تماما. طيب نلعب ازاي؟ بكل بساطه احنا هنلعب بطريقتنا عادي، ولكن هنغير في بعض التعليمات اللي موجودين جوه للعيبه. يعني احنا عندنا نقط مهمه جدا، ان الكورنرات او الكور الثابته لازم يكون متواجد فيها حمدي فتحي وكمان معاه محمد عبد المنعم، لان هم بيلعبوا براسهم بشكل كويس جدا، ومعاهم عمرو السوليه. الثلاثه دولت عندهم دور مهم جدا، ويجب استغلال الكور الثابته من النادي الاهلي بشكل مميز، لان دي نقطه ضعف عند الوداد. النقطه الثانيه: الثلاثه اللي موجودين قدام تاو، وطبعا كهربا، ومعاه حسين الشحات او احمد عبد القادر، بس في الاغلب هيكون حسين الشحات. الثلاثه دولت ليهم دور مهم جدا في ان هم يضغطوا على خط الدفاع بتاع الوداد في الماتش بتاعنا هنا، علشان يخليهم يغلطوا. طيب مين اللي هيستغل الغلط؟ برضو الاثنين بتوع وسط الملعب، الاثنين اللي بيلعبوا 8، اللي هو لو هيكون عمرو السوليه وجنبيه حمدي فتحي، او عمرو السوليه وجنبيه ديانج، ايا كان الاثنين اللي موجودين دولت ليهم دور مهم جدا في ان هم لما الفرقه تضغط، هم دولت اللي هتاخدوا الكوره، وانتوا اللي هتطلعوا الكوره لاقرب مهاجم عشان يجيب جون. فالاثنين لعيبه دولت مهم جدا ان هي تبقى حذره جدا، مستنيه الغلطه علشان يقطع الكوره، وفي نفس الوقت شايف زميله كويس عشان يقدر يديله الكوره. طيب هل في نقط دفاعيه مهمه لازم نتكلم فيها؟ في نقطتين مهمين قوي لازم نتكلم فيهم. ان الفرقه ديت بتبني الهجمه بتاعتها وبتلعب دايما على الاطراف، وبالذات كمان في الحته لو انا مضغوط واخدت الكوره، اول حاجه هيعملها ان هو هيلعب مرتده سريعه، يا اما على المهاجم يا اما على الطرف، بس دايما هم بيلعبوا على الطرف، وبالذات ونجم اللي هيكون بيلعب في ظهر مين؟ في ظهر علي معلول. ففكره ان انت بتتكلم على ان مروان عطيه اللي بيكون موجود في خط الوسط هو اللي بيروح ورا معلول عشان لما يطلع، لا، معلول لازم يطلع، والتحرك في المباراه دي بحساب، زي ما كان حصل في بعض المباريات ان كان كولر بيقول له اقف عند نص الملعب ما تتحركش. دي حاجه مهمه جدا. ولو اتحرك معلول ودخل هو اللي يهاجم، مش هيكون بس مروان
اللي بيغطي وراه، لا لازم الاثنين بتوع 8 يكونوا حذرين جدا في ان المساحه اللي ورا مروان ما تبقاش مفتوحه قوي، او المساحه اللي ما بين مروان وما بين معلول ما تبقاش واسعه قوي، علشان ما يتمش استغلال الكره في الحته دي. وكده يا معلم تبقى حزمت الموضوع دفاعيا، قفلت على مفتاح مهم جدا بتاعهم، وفي نفس الوقت هجوميا انت استغليت كل الاخطاء بتاعتهم، وباذن الله نكسب في المباراه دي 2-0. عايزك بقى تدينا لايك حلو وتعمل شير بقى للفيديو ده، واللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها. اكتب لي تحت في الكومنتات توقعك لنتيجه المباراه، عشان زي ما قلت لك ممكن يبقى في حوارات الفتره الجايه، ادعي لي بس ان انا اقدر اظبطها لك. تمام يا معلم، اشوفك الحلقه الجايه، سلام عليكم.